ومن آياته. إذا من آيات الله الزواج، لكن يتفرع عن هذه الآية آيات. إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يتفكرون. ولهذا يكثر القرآن الكريم من الحديث عن الآيات التي لا يعقلها إلا العالمون، ولا يتدبرها إلا المؤمنون، ولا يعقلها إلا قوم يسمعون ويبصرون ويتدبرون ويتأملون وهم من أولي الألباب. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. في خلق السماوات والأرض، هذه السماء وهذه الأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لمن؟ لقوم يعقلون. آية عظيمة من سورة البقرة. اختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح والفلك وإنزال الغيث والدواب في الأرض كلها آيات لقوم يعقلون. ولهذا أكثر القرآن الكريم من الحديث عن آيات الله. قال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. فها أنت ترى الأرض خاشعة الآن في الصيف، توقف الغيث في بلادنا الآن، هذا موسم الصيف، تراها خاشعة فيأتي عليها المطر في شهر 12 1 2 3 فإذا بها تنبت من كل زوج بهيج. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الذي يحيي الأرض، الذي يحيي الأرض. فإذا بك ترى فيها الخضار في كل نوع. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ ألا ترى عظمة الله الآن في أشجار الرمان والزيتون والتين وجميع الفواكه والخضروات؟ هذا الرمان الذي سيأتي بعد شهرين. ألا تتأمل عظمة الله وقدرته في هذه الرمان التي تحتوي على مئات الحب المرصع بجانب بعضه بعضا؟ بالله عليك لو فرضنا حبة منها، هل بمقدور أهل الأرض جميعا أن ينسجوها كما نسجها الله عز وجل ورتبها؟ هل لهم أن يفعلوا ذلك؟ هل لهم أن يعيدوا رمانة كسرناها إلى ما كانت عليه عندما صنعها الله وأبدع صنعها؟ هل لهم أن يعيدوا حبة الذرة، حبة الذرة المرصوعة أيضا بقدرة الله عندما تطلبها أنت حبة حبة؟ هل لهم أن يفعلوا ذلك؟ هل لهم أن يغيروا لون نفسه؟ هل لهم أن يجعلوا الماء الأجاج المالح ماء عذبا؟ هل لهم أن يجعلوا طيرا بلا جنحان كسرت جناحه أو قطعت ليطير في الفضاء؟ ما أحوج الإنسان أن يتدبر عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومن آياته السفن. ما الذي يحركها في البحار وفي البحر؟ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهرها إن في ذلك لآيات. هل يتدبر الناس السفن التي تسير في هذه البحار؟
الله أكبر. كنت أشاهد حوتا قبل أيام يتحرك في محيط، يتحدثون عن طول الحوت بأنه يزيد عن 20 مترا ووزنه أكثر من 50,000 كيلو. فسبحان الذي خلق أقل الأشياء التي لا ترى بالعين كالفيروسات والميكروبات، وسبحان من خلق الفيل والجبل وكل الآيات التي تراها يا من تراها من المؤمنين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت تنشطا، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا الوجود كله يشهد على عظمة الله وقدرة الله ووحدانية الله. كل شيء في هذا الوجود يحير الألباب. إذا ما قرأت عن الفلك انتبك من الشعور الذي ترى فيه قدرة الله وعظمة الله ووجود الله سبحانه وتعالى في كل شيء. إذا ما نظرت إلى الشمس والقمر قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هل ننظر إلى الشمس على أنها آية؟ هل ننظر إلى القمر على أنه آية؟ هل نرى الآية في الأرض؟ هل نرى الآية في السماء؟ فيا حسرة على من كذب بآيات الله، ويا حسرة على من غفل عن آيات الله. المتكبرون من الناس ينزع الله منهم رؤية الآيات. أنت يا أيها الإنسان الذي خلقك الله من نطفة وكنت صغيرا مضيعا تتكبر على خلق الله، إذا فعلت هذا الذنب صرفك الله عن كل آياته، عن الآيات في نفسك، وعن الآيات في السماوات، وعن الآيات في الأرض، وعن الآيات في الطعام والشراب، وعن الآيات في كل شيء. قال الله تعالى وهذه آية مرعبة مخيفة فيها من التحذير ما فيها سأصرف عن آياتي. من؟ فيها كثير يقول لك يا أخي ليش ما تصلي كله؟ يقول لك يهديني مصير الصلاة أنا أو مشاهدين، وهذا كبر في زماننا. وكثير من الشباب لما تقولوا هذا الكلام يقول لك الله مو هاديني. صحيح الله مو هاديهم، وينبغي أن نخصص موضوعا للحديث عن المصلات التي يقولها الله من طريق الهداية. وعلى رأس هذه المصلات موضوع الكبر. لماذا تتكبر على خلق الله؟ لماذا؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. أنت تتكبر بغير حق، تتكبر بجمالك، تتكبر بعلمك، تتكبر بمالك، تتكبر بنسبك وعشيرتك. ما بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وراك 5,000 و10,000 مليون، وفي الآخر هذا كله لا ينفع. في الحديث افتقر رجلان عند موسى فقال أحدهما للآخر أنا فلان بن فلان بن فلان بن فلان ابن فلان بن فلان حتى عد 9 من الأجداد، فمن أنت؟ فأوحى الله إلى موسى قل للذي افتقر، قل للذي افتقر بل 9 في النار وأنت 10. تفتقروا بأجداد السكر، بأجداد المشقة فيهم، تفتقروا بالنسب يا قليل العمل. بأي وجه ستلقى الله؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية. الله أكبر الله أكبر. وإن يرون ذلك بأعينهم لكن الله لا يهديهم لأنهم صرفوا. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.